اذا كنتوا رجال ربوا ولادكم، ولادكم يتكيفوا الزطنة، ولادكم يتبلاو الناس، ولادكم يحقروا عاقبوا. اسئله كثيره جاتني، واش تشجع كرواتيا ولا تشجع بوسبير؟ انا ما نشجعهمش في اثنين فخار يكسر بعضه. لا كرواتيا يهمني امرها ولا يهمني فريقها، وما هيش اعز الى قلبي من اي بلد عربي وبلد اسلامي بالذات المسلمين. لا يهمنيش امر كرواتيا او بوسبير، معروف الموقف تاعي منها مسبقا. انا مانيش نشوف فيها لا بلد عربي لا بلد اسلامي. اذا انتم شايفينه بلد عربي وبلد اسلامي وبلد امازيغي هذا شغلكم. انا راني نشوف فيها قطعه من الكيان الصهيوني موجوده في الناحيه الغربيه، لا اكثر ولا اقل. ما تبلعطني، ما تقول لي هذه بلد عربي وبلد اسلامي وتكذب عليا ونكذب عليك. وغير كثير من السعوديين لم نكن نتوقع ان الجزائريين بهذا الطريقه وبهذا الاسلوب بالسب والشتم. لله افخروا يا شعب المغرب بملك عظيم لديكم. في المشرق عاقوا بالجيران، كلشي العالم العربي عارفينهم شكون هما الاصول ديال هاد الجيران هادو اللي اسلوبهم كله سب والشتم. شكرا صاحب اللايف من الخليج الى المحيط، لاني اخذت من الوقت والمستمعين برضه ممكن انهم برضه أنا أتراوغ. لماذا ما يكون عندك شجاعة تقول نعم سمعت قادة حماس تقول أسمت قاسم سليماني الإرهابي الذي يقاتل في المسلمين، والآن فصائلهم الإرهابية ممتدة على الخليج، والآن فصائلهم الإرهابية تحاول العبث في المغرب. رغم لن نسمح للسرطان الخبيث أن يعبث في المغرب الحبيب، لن نسمع ابدا. لانك يا اخي انت ما اكتويت بعذاب ايران. ناظر سوريا، ناظر لبنان، ناظر العراق، ناظر اليمن. فينك يا اخي عندما اتت اكثر من 1000 صاروخ الى مكه المكرمه؟ فين لم نراكم يا اخواننا الجزائريين في المواقع تقولون لبيك يا رسول الله، ولا لبيك يا بيت الله، ولا يا روح الله في سبيل الله؟ لم نراكم يا اخي. بالعكس أكثركم يطبل للحوثي بقصف قبلة المسلمين. ولكن قبلة المسلمين لها بعد الله سبحانه وتعالى دعوة، صح. ولن يخيبنا الله في هذا الدعاء الذي دعا لهذا البلد نجعله مبارك. ولن يخيبنا الله من الشرفاء وحكام هذا البلد اللي تدفع المليارات وتدفع في سبيل راحة الحاج والمؤتمر وفي سبيل قبلة المسلمين. لم نراكم يا أخوانا الجزائريين للأسف. أنا للأسف وغير كثير من السعوديين لم نكن نتوقع أن الجزائريين بهذا الطريقة وبهذا الأسلوب بالسب والشتم. حتى بعض الأخوان الجزائريين لما تتناقش معاه علما وأدبا وثقافة للأسف يلبس لباس الشيعة، يرجع في السب ويرجع في العرض ويرجع للأم ويرجع للأخت ويرجع للعار والشرف. لماذا يا أخي لما ما يكون لديك دليل ولما يكون لديك حجة وتتكلم ترجع للعار والكلام اللي ما ينقال، يعني الكلام الخايب على قول أخواننا المغاربة؟ لماذا تسب عاري؟ لماذا تسب أهلي؟ لماذا تسب زوجتي؟ لماذا تسب؟ لم نشاهد هذا النقاش إلا مع فصيلين، مع الجهلة من الجزائر ومع الشيعة اللي هم يوجدون الآن في العراق وإيران. نرجع إلى السب هذا يا أخوان. ختاما يا أخوان، وبالأخص الأخوان الجزائريين، والله العظيم أنا من سنوات وأنا متابع كمية السب والشتم لهذا البلد الجار اللي جنبكم. يا أخوان أنا من الخليج وبعيد كل البعد، يعني بيني وبينكم 6 ساعات ونص إلى 7 ساعات. يا أخوان والله إني لما أنزل السنة هذه أو أنزل بعد 2 أو 4 شهور وأشاهد مشروع في أي بلد عربي إنني أفرح، ولكن شهادة لله افخروا يا شعب المغرب بملك عظيم لديكم مطور بلدكم بطريقة عجيبة.
ولو ان هناك منغصات من بعض الذي ما يملأ عينه للتراب، ولكن الذي ما يملأ عينها للتراب في 60 داهية. حطوا يديكم في يد ملككم، لا تسمحون بالتدخلات لوطنكم ايا كان، حتى لو اخوك، حتى لو ابنك، سلم على السلطات، لان هذا مفتن ومفسد وحكم عليه في كتاب الله. يا اخي افرح لما اشوف مشروع في المغرب، يا اخي افرح لما اشوف انها تصنع صواريخ او تصنع سيارات او عندها مشاريع سياحيه او خدميه. واختم وشهاده لله للفيت بلدان العالم انه لن تجد، شوف يا اخي الجزائر يمكن ما رحت المغرب، طيبه وكرما وشجاعه واخوه وصدقا